فهاد الدنيا عندنا 4 الأنواع ديال المزالات. المزلوط الأول كيكون غني، ولكن ما كيعرفش يتصرف بهداك الخير اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. ها هو عنده المال، ولكن شنو كيدير؟ كيحرم نفسه ويقدر يحرم حتى الأسرة ديالو، ما يمتع لا الزوجة ديالو ولا الأبناء ديالو ولا يمتع نفسه ولا يمتع والديه ولا يمتع أحبابه، يعني الأقرباء، يعني ما كيزكي، ما كيدير حتى شي حاجة، كيبغي هو غير يدكس. وكاين اللي كيمتع ولادو ويمتع الأسرة ديالو، ولكن الأحباب ديالو ولا يصدّق ويدير الخير يعني في الناس اللي ما عندهمش، ويدير والو، ما كاينش داك الشيء، كيجلس غير يكدّس في الفلوس، يكدّس، 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 وتيحرم حتى نفسه هو، ما كيتمتعش بيهم. ها المشكل، هو براسو ما كيبقى غير يجري، 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 وكيكدّس دوك الفلوس، وواحد النهاريات كتسمع مول الأمانة أدّى أمانته، وهو ما دار خير لا في نفسه ولا كسب رضا ربه سبحانه وتعالى، ولا دار شي رصيد صالح اللي غادي يعني يلقاه عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، في الوقت اللي غادي يعني يكون مع ربه، يعني ما دارش شي رصيد صالح اللي غينفعه والو. والمشكل هو داك الشيء اللي جمع كيديه غير غيرو. شكون يقدروا دوك الحباب؟ هو اللي ما باغيش، هما اللي غيكسبوا هما اللي غياخذوا نيت داك الرزق اللي هو عيا ما يتعب فيه وعيا ما يكدس فيه. واش من حياة هادي؟ كتجمع 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 لمين كتجمع؟ إلا ما كنتيش عندك الأهم هو الله سبحانه وتعالى، يعني تدي واحد رصيد صالح عند ربك سبحانه وتعالى، وتكسب قسط من أراضي من الجنات العظيمة اللي عرضها السماوات والأرض، ها، وتكسب حتى نفسك، تعيش أنت، تعطي راسك واحد الوقيت الراحة وتعيش تمتع برزقك، ها، وتمتع حتى الناس تفرحهم اللي زعما اللي حايطين بيك واللي سميتو دير الخير. هادشي اللي غدي معاك. وكاين واحد النوع عاوتاني اللي هو لاباس عليه غني، ولكن كيعيش بحال اللي تشوفوه عادي بسيط، كيعيش بحال هو مزلوط. وداك شنو تيكون هو عنده الفلوس، ولكن دوك الفلوس عاود ما غيشدها في يعني في لي بون، كيبقى غير كيكدس هنا وهنا وهنا، تيقول لك لا، داك الشيء اللي غنكدسو هنا وهنا وهنا نخلي راسي غير واحد القسط باش نعيش انا مزيان الحمد لله، وشي الاخر نصدقو. وكيصدق بالخفاء. هو هذاك شنو عنده غرض ديالو؟ غرضو كيشوف الأهم، ما كيشوفش المهم، غرضو يكسب وجه ربو سبحانه وتعالى، يكسب رضا ربو سبحانه وتعالى، يكسب رصيد صالح اللي غيخليه يربح ويكسب واحد الأرض ولا أراضي من جنة ربو سبحانه وتعالى. إذن وهداك تيعيش مزيان في حياته، ضميره مرتاح، نفسانيته مرتاحة، وتيكسب حتى الناس اللي حايطين به، كلشي تيكون كيبغيه، يعني كيكسب القلوب. هداك داير مع راسو، ولا شتيه تيبان لك بسيط عادي، تقولي كيفاش هذا كيفاش، هو راه غير كيصدق، يعني هو الرزق، ولكن كيعرف لأن عارف بأن داك الرزق راه ربي اللي عاطيه ليه وعاطيه ليه، ومادام ربي نعمو حتى تيقول كيما ربي نعمني، إذا حتى أنا خاصني نكون حتى أنا كيما ربي رضى عليا ونعمني حتى أنا نكون مرضي ديال ربي. وكاين واحد النوع اللي تيكون مزلوط، هو مزلوط ما عندوش فلوس، ولكن راه هو غني. باش غني بالراحة النفسانية الحمد لله، عنده السعادة، تيقول لك الرزق اللي جابو لي ربي ناكلو اليوم ولا غدا، المهم ندوز به هذا اليوم، المهم كنعيش بخير مرتاح، ما عندي فلوس غيفتنوني، ما عندي روينة قوت هنا هذا غيسرقني وهذا غيديرني وهذا، المهم عايش. وليداتي هما مربيهم تربية حسنة، غادي متواضع مع الوقت، مسلك الايام، وكنحاول انني نجتهد نمشي بعيد، ولكن نمشي غير بداكشي اللي غادي يسعدني، يعني المهم ندخل الفليسات اللي غيسلكوني في يامي، ما نقش بالجوع، وناشط فرحان، ما خايفش، حتى كاع الا جات شي كارثه ولا جات شي حاجه ما عنده ولا شي خايف، فهمتي، تيقول انا ما خاسر والو، ما عندي حتى شي حاجه غنخسرها، ما عندي فلوس غنخاف عليهم ولا عندي شي حاجه، المهم بخير. وتتقايم تيتعايش مع الناس، هو ما عندوش، وكاين جا عنده الضيف كيحط داكشي اللي عنده في الكامينه ولا في الطابله، تيحط الطابله اللي عنده كيحطو مسكين ويكرم ويضايف وربي تيبارك ليه في رزقه، فهمتي، تيبارك ليه وتيحب الخير وكيحس بالناس، تيحس بخوه اللي حداه وهادي وديت تتقى، وخا ما عندوش تتقى، الا عنده غير درهم تيبغي يفرقها
عنده خبزه في الدار، جارو ما عنده بقى شي خبز، وجا دق عليه بالليل ولا شي حاجه، قال لي صاحبي لا عندك شي خبيزات راني جيت معطل اليوم، تيقسم ديك الخبزه يعطيه ولا خذها كلها كاع، تلقى دايما كريم وعايش مرتاح اذا هذاك غني باش براحه النفسانيه الحمد لله والسعاده ودي. وكاين عاوتاني واحد النوع اللي هو السحق ديال الفقر، يعني فقير كاع، ولكن هذاك اذا كان مؤمن بالله وعنده ثقته بالله سبحانه وتعالى شنو كيدير؟ تيحاول واخا كدوز عليه، ولكن الانسان من الفقر كيتصنع، واحسن راجل ولا احسن مراه هي اللي كتكون كتصنع من الفقر، لان ملي كتصنعي من الفقر كتعرفي شنو هو الفقر، كيصنعك، كتبقى ديما متخوفه من داك الفقر، تبقاي فيه تولي تتنجحي. ولا كينجح الانسان كيوصل، ومني كيوصل كيتبقى يدوز كاع المراحل، كيحس دوز كاع المراحل قراهم وطلع صحيح، يعني في سميتو قليل اقل اللي تيكون هذاك اللي تيكون الا كان خدا شي تربيه ماشي حتى ليه، اللي كتلقى دوز الفقر وخا نجح باقي، هذاك تلقى حتى التربيه كان اصلا اللي رباه ما بازيش على شي دين صالح ولا شي اخلاق، زعما شي منهجيه صحيحه اسلاميه، ولا كتلقاه ما كانش ما عارفش كاع الدين، ما كيصليش كاع، ما كاع السجاده، ولا هذاك تلقاه واخا ربي كيعطيه وداز في الفقر وداك الشيء، تيبقى دائما هو شاحف، ودائما هو تيبغي يعيش الناس بحال اللي عاش هو يعيش الناس وداك، حيت ما كبرش ما واخدش شي دين صحيح، ولا لا ما بازيش، تيبقى ديما شاحف. وكاين حتى الاغنياء اللي تيكونوا اغنياء وشاحفين، هو غني ولكن الا شاف الفقير لابس صحيح خليشه تيبغي يحيد ديك الخنيشه، يحيدها ليه ويلبسها هو. كاين واحد النوع بحال هكا هو غني وشاحف، وكاين فقير وشبعان وهي دي الانسان. وكتلقاي هذاك اللي الفقر كما كنقولوا، هذاك اللي عاش في الفقر تيبني راسو، شي الا كان مؤمن بالله وعنده واحد النفس، عزه النفس، وواحد الاجتهاد، باغي يحقق واحد الطموح، باغي تيبقى ديما يستمر يتواصل في البحث عن النجاح وتجديد يعني الطاقه وتجديد، ويزيد يبحث الى في الشركه يعاود ينوض باش يقلب على الطرق الصحيحه اللي غادي توصلوا حتى توصل لقمه النجاح. اذا داك الفقر غنفعو، ولكن كتبقى مرتاح الحمد لله البال. ايوا وهي دي الانسان في هذه الدنيا راه حلو كتكتب علينا، وربي لا عطانا شي رزق راه يبغي يختبرنا، ويشوف كل واحد العقليه ديالو كيفاش دايره، وكل واحد القلب ديالو كيفاش داير. وهو الانسان اللي ذكي راه كيعرف داك الرزق راه ديال الله، راه ماشي ديال العبد. ربنا بغى يحيدوك، راه كيما عطاه لك يحيدوك في واحد الساعه. الله انت عندك فيرمات، عندك ما عرفتش شنو عنده، يشعل لك ما يدير لك شي روينه، ولا يفتك عافض الدار. انت عندك الفلوس عندك، ولكن داك فتك في الدار، عندك شي ولد خاسر، ولا عندك المراه خاسره، ولا عندك بنتك خاسره، ولا عندك شنو كاين كاع. يا الله انت المال ولكن معيش سعيد. يا الله اش من حياه هذيك.